السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال يا رب. مرحبا بكم في قناة الطبخ الصحي الأمازيغي. اليوم إن شاء الله بغيت ندير معكم واحد الوصفة اللي أنا كنت وعدتكم بها في الفيديو ديال الخبيزة. قبل ما نبداو في هذه الوصفه كنتمنى من الناس اللي كيشوفوا القناه لاول مره ما ينساوش يشتركوا في القناه ويخليوا لي واحد اللايك فضلا وليس امرا. نبداو على بركه الله. في هذه الوصفه غنحتاج النخاله. انا راه عندي هنا النخاله الغليظه، غنحاول نغربلها بهذا الغربال هذا باش نخرج منها النخاله الرقيقه او الحمراء. كل واحد واش كيقول، كاين اللي كيقول الحمراء، كاين اللي كيقول النخاله الرقيقه. كنغرب لها بهذا الغربال هذا باش نحيد ديك النخاله اللي كتكون غليظه وكيكون فيها بحال داك الشوك ديال الشعير اولا بعض المرات كنلقاو هكا شي حبات ديال الشعير اولا شي حاجه. صافي كنحاول انني نغربلها بهذا الغربال هكا كما كتشوفوا. وهاد الوصفه هذه راه اش غنقول لكم وصفه رائعه، خصوصا كما كتشوفوا راه ديك النخاله كيكون فيها دوك القشور ديال الشعير. هادو راه ما كنقدروش ناكلوهم حيت كيدقوا هكا في الفم اولا في الحنجره ديالنا. كما قلت لكم هاد الوصفه هذه راه وصفه قويه، خصوصا النساء اللي عندهم الامراض بحال السرطانات، بحال النساء اللي عندهم مشكل في اللي عندهم خلل هرموني. هاد الوصفه هذه راه مزيانه لهم. صافي من بعد ما غربلتها كنرشها بشويه ديال الماء. راه كنفورها بحال البلبوله حتى هي خاصها بلي نديروها تفور، نفوروها مزيان، نعطيوها حقها في الطيب باش ما تضرناش في البصران اولا في المعده. صافي وغنزيد ليها شويه ديال الزيت البلديه. غندير ليها الزيت البلديه في الاول باش ما تجيش هكا معجنه. ملي نكونوا كنفوروا فيها اولا كنعاودوا فيها. من بعد ما رشيتها بشويه ديال الماء وشويه ديال الزيت البلديه كناخذ هذا الغربال هذا. ضروري كنعاودوا نغربلوها في هذا الغربال. كما كتشوفوا بعض المرات كنلقاو هكا النخاله كتكون حبيبات، ضروري ندوزوها في هذا الغربال بحال كيما كنديروا البداز. راه بداز ملي كنفورو، ملي كنديروا هكا نبغيو نديروه تفويره الاولى، ضروري كندوزوه في الغربال باش ما يجيناش مكور حتى هو بحال هاد النخاله هذه. كما كتشوفوا راه كاينين بعض الحبيبات كيجيو هكا بحال الكسكسو مفتول. المهم انا كنحاول هكا ندوزو في هاد الغربال هذا. صافي وغنردها تفويره الاولى. رديت النخاله كتفور. دابا كنجي نقطع هذا الحشاش الارض. هذا راه بوحمو اولا الخردل البري. هو كيجي شويه حرش، كيجي بحال اوراق ديال اللفت. صافي كنحاول المهم نقطعوا على هذا الشكل بحال الشكل ديال الخبيزه. المهم راه قطعته معكم في الفيديو ديال الخبيزه. هنا عندي السلق اللي غنقطعو حتى هو بحال بوحمو اولا الخردل البري. في هذه الوصفه هذه يمكن لكم تزيدوا حتى اولا ديروا حتى هذيك كنقولوا ليها في الجزائر كيقولوا ليها السمومه، حتى حنا بشلحه كنقولوا ليها تسممت. بالعربيه كيقولوا ليها الحميضه حيت المذاق ديالها كيكون شويه حامض. ولكن انا اكتفيت غير بهذا الحشاش هذا حيت هو اللي متوفر عندي، هو اللي المهم راه شفتوني هو اللي جبت.
من ديك البلاصه اللي جبت فيها البقوله والخردل وهذا السلق. هنا قطعت البصله الخضاريه اولا البصله بالاوراق ديالها، كل واحد واش كيقول. حتى هي كتجي بنينه في هاد الوصفه، وهذه هي الوقت ديالها نستغلوها حتى هي. صافي كنرمي كلشي في الطنجره هذه اولا في هاد القاميله هذه ديال الطين. هنا عندي الخبيزه، هي راه قطعتها من نهار درت معكم داك الفيديو ديال الخبيزه. هنا عندي القراص، كما وعدتكم راه ندير لكم الفيديو بالقراص. هذا هو الفيديو اللي قلت لكم. المهم هو راه قطعته انا ملي كنت كنقطع، انا يسحب ليا كنصور ولكن ما كنتش كنصور. المهم راه شفتوه. غير هكا الناس يردوا البال، كاينين الناس اللي كيدير لهم هكا الحساسيه لانه هو كيقرص. اما حنا راه مولفين بحال هذا الشيء، حنا راه كبرنا مع حشاش الارض. صافي كندير شويه ديال العطريه، كندير الهريسه اولا الحار، سكنجبير، القزبور يابس، الخرقوم. درت شويه ديال الكبار، الملح. والمهم انا كثرت شويه الخرقوم، هو اللي درت شويه زايد في هذه الوصفه. صافي وشويه ديال المليحه. صافي وكنزيد هكا واحد الكاس ديال الماء. انا في هذه الوصفه هذه درت هذا الكاس هذا ديال الطين، هو اللي درت. صافي وحيت ما كتبغيش هذه الوصفه يكون فيها الماء بزايد، المهم كديري غير داك الكاس فين يطيب داك الحشاش. صافي وكنزيد هكا شويه ديال الزيت البلديه. وانا باش وليداتي ياكلوا ليا شويه ياكلوها ليا، راكم عارفين الوليدات كيبغيو الخضره. اما عاده الناس هذه كيديروها غير بالحشاش، حشاش الارض. صافي عندي شويه ديال اللفت وشويه ديال القرعه. المهم هادشي اللي عندي في الدار. مثلا الا كانوا وليداتكم ما كياكلوش لكم اللفت، ديروا شويه ديال الجزر. صافي ودرت هكا شويه ديال الحار. المهم راه حتى هذا الخشاش هذا خاص يطيب مزيان. المهم حتى هو كيطيب ملي كنت كنطيب في النخاله، وهو كيطيب كما قلت لكم، خاص يطيب مزيان. انا رديت القاميله كطيب. دابا هذه التفويره الاولى. المهم راه هاد النخاله هذه راه الطياب ديالها بحال الطياب ديال البلبوله اولا ديال الكسكسو كما قلت لكم. صافي كنزيد ليه هكا شويه ديال الماء، ما تكثرش ليها الماء باش ما تجيكمش معجنه. الصراحه هاد النخاله هذه وما مصدقاش انها غتكون بحال هكا، راه كتجي بحال الكسكسو المفتول. وملي كطيب ما كتحسيش بها هكا قاصحه اولا حرشه. صافي زدت هكا شويه ديال الزيت البلديه. صافي وغنردها التفويره الثانيه. هذه راه التفويره الثانيه، حتى هي كندير ليها شويه ديال الماء. المهم بحال التفويره الاولى، وشويه ديال الزيت البلديه. غير هكا بغيت في هاد اللقطه هذه جاتني سخونه، وصافي ودرت هكا معلقه ديال الخشب. كما قلت لكم هاد النخاله هذه انا راه ديال القمح اللي انا كنجيبو كنغسلو وكنقيه وكنديه للطاحونه. ماشي نخاله انا شريتها ولا خديتها من شي بلاصه. ضروري تكون نخاله هكا نقيه وصالحه للاكل. صافي من بعد ما درت هكا شويه المهم اللي درت ليها الماء الكافي ديالها. كما قلت لكم في الاول ما تكثروش ليها الماء، ما كتبغيش هي الماء بزاف، غير شويه. صافي وكنديرها الزيت البلديه كما العاده، وغنردها التفويره الثانيه. صافي هذه التفويره الثالثه والاخيره. كندير هكا شويه ديال الملح في الماء، وكندير هكا شويه ديال كنرشها هكا بالماء كما العاده. كلشي كيعرف هاد الطريقه ديال الملح في الماء، وكنرشوا به كسكسو ديالنا اولا النخاله ديالنا. صافي حتى هي كندير لها نفس العمليه، شويه ديال الماء ملح
وشويه ديال الزيت البلديه صافي، وغنرد هاد التفويره الاخيره. غير قبل ما نختموا هذا الفيديو هذا، ولا قبل ما نسالي معكم، كنقول إنا لله وإنا إليه راجعون. تعازينا الحارة لإخواننا في تركيا وسوريا، ونسأل الله العظيم أن يرحم جميع الموتى ويجعلهم من الشهداء، ويشفي جميع الجرحى عاجلا يا أرحم الراحمين. والله العظيم قلوبنا معهم، وعيوننا تدمع لما كنشوفوا دوك الفيديوهات ديال الزلزال. وكنقولوا لهم الناس اللي باقين حيين الله يكون معكم، والناس اللي ماتوا الله يرحمهم ويجعلهم من الشهداء يا رب العالمين. صافي هاد النخاله هذه من بعد ما درت ليها الملحه وشويه ديال الزيت البلديه، صافي كنرجعها هكا التفويره الاخيره كما قلت لكم. خاصها طيب مزيان. المهم هذه راه قلتها لكم في البدايه ديال الفيديو. صافي ونتلاقاو في هكا في الطبق النهائي. ها هي النخاله ديالنا من بعد ما تفورت التفويره الاخرى. صافي غادي نسكيه بحال كيما كنسكيو كسكسو. كما كتشوفوا الطنجره هذه راه باقا كطيب، لان الطين واخا كتطفي عليه راه هو كيشد السخونيه. هذا صافي راه كنت بديت كنحط هكا في الخضره، ونسيت ما وريتكمش الكامله. صافي هكا كنستف هكا الخضره اللي عندي في هذا الكسكسو هذا، او في هذه النخاله هذه. هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يعجبكم وينال الرضا ديالكم. هاد الوصفه راها مزيانه الناس كاملين، سواء النساء الرجال، خصوصا حتى الرجال اللي عندهم مرض البروستاتا، او الناس اللي عندهم مرض النقرس. المهم هاد الوجبه غنيه كما قلت لكم. وداك الحشاش اللي درنا بحال الا كناخذوا مكملات غذائيه، خصوصا داك القراص راه مكمل غذائي طبيعي، نستغلوه في هذا الوقت، او نستغلوا هذا الحشاش في هذا الوقت. خواتاتي ما تنسوناش من الدعاء. إني أحبكن في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.